حذر الطب الشرعي ببرشيد التصريح بالدفن، لكن أثناء صلاة الجنازة تبين أن الجثة ليست هامدة. تفاجأ المصلون فأعيدت فاطمة نابلي إلى بيتها حية ترزق اليوم بمستشفى الحسن الثاني بسطات تحت أعين الطبيب بالعناية المركزة. أنجز الروبورتاج عبد الرحيم البوحديوي، في المتابعة جليلة بن فتان. دقائق قليلة قبل وضعها بهذا القبر عادت السيدة فاطمة نابلي إلى الحياة وسط دهشة وذهول عائلتها خلال تأدية صلاة الجنازة عليها بمقبرة الحساسنة ببرشيد، ليتفاجؤوا بجسد السيدة يتحرك وتطرح تساؤلات عدة: كيف لهذه السيدة أن تستفيق بعد أن أجريت لها جميع الفحوصات الطبية التي تثبت وفاتها؟ وكيف أعطي لأسرتها الترخيص بشهادة الدفن؟ دخلنا هنا الدار، غوتنا الطبيب ديال المور. جات هذيك الطبيبه شافت المراه، دخلت بقات هي وياها والله سبحانه، دخلت قالت لك اعطوني معلومات ديال هذه المراه الله يرحمها. عطيناها معلومات وداك الشيء، وقلنا لها الورقه ديال الدفن، لان الورقه ديال الوفاه، قالت لك الورقه ديال الوفاه وغادي يجيبها لكم والله بالامس ويجي. ملي جا من لومبيلونس ما عطانا حتى شي حاجه. دونك ملي جينا لهنايا المقبره بغينا ندفنوا السيده، وقع هذاك المشكل. شفنا ان السيده من بعد صلاه الجنازه شفنا السيده بانها كتحرك. من بعد هزينا طلعنا في لومبيلونس، حليت ليها على سميتو على الكفن ديالها، عاد مسكينه انها تنفسات. بدورنا انتقلنا إلى مكتب حفظ الصحة لاستجلاء هذا الأمر الذي أكد لنا في تصريحاته بوفاة السيدة فاطمة استنادا على معاينة طبية. في العينين ما كيجيوش لي ريفلكس كلهم ديال الحواس، يعني قرصتها ما كاين والو، حركتها ما كاين والو، نبضات القلب نبضات كل شيء، التنفس وهذا الشيء قالت لي ما كاين حتى شي حاجة. قالت لي ما عينها جاحظ ما كتشوف حتى حاجه، ما كنعيط بالاسماء، نعيط ندير لها الضوء في قدام العين ديالها، حتى حاجه ما رياجت لها. الواقعة بتفاصيلها بدأت عندما كانت السيدة فاطمة التي تعاني من مرض على مستوى الدماغ تخضع للعلاج بإحدى المصحات الخاصة بالدار البيضاء، ليتم نقلها بطلب من الأطباء إلى منزلها بحكم أن مرضها لا ينفع معه علاج. وبمجرد وصولها إلى المنزل توفيت. حسب نتائج الفحص التي أجريت عليها، هي اليوم ترقد بقسم الإنعاش بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بسطات. قمنا بالفحوصات الإشعاعية السكانير والفحوصات البيولوجية، وتبين شخصنا سبب الغيبوبة مع الطبيب الأخصائي في الإنعاش والطبيب الأخصائي في جراحة الدماغ، وتبين أنها تعاني من مرض دماغي اللي كان سبب في الغيبوبة ديالها. وبمجرد أن تستفيق من الغيبوبة ينتظر السيدة فاطمة تدخل جراحي على مستوى الدماغ بالمستشفى الجامعي بالدار البيضاء، فيما فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة التي رغم غرابتها حولت لحظات الحزن بفقدانها إلى لحظات فرح بكونها لا زالت على قيد الحياة.